هذا البرنامج برعاية أسعد الله مساءكم. فارس للدراما الخليجية، نجم بكل المقاييس، مؤهل أكاديميا وفطريا، وكأنه ولد ليكون فنانا. هو أستاذ أكاديمي في المعهد العالي للفنون الموسيقية، أبدع كثيرا وأمتعنا كثيرا بإتقانه لأدواره بشكل محترف. لنتعرف على الجانب الآخر من حياة ضيفنا، تابعونا. مواليد 1 ديسمبر عام 1971. حصل على البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وهو الابن الأول للممثل والمخرج أمين الحاج. وبعدها حصل على شهادة الماجستير بالتمثيل والإخراج من فرنسا. حصل أيضا على الدكتوراه بالتمثيل والإخراج من جامعة الروح القدس في لبنان. يعمل حاليا كمدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية. وكانت بداية دخوله للمجال الفني بدور صغير في مسلسل قاصد خير، ولكن دخل المجال بالشكل الاحترافي في عام 1996 عندما رشحته سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبد الله ليشاركها بمسلسل وسمية تخرج من البحر. وتوالت بعدها أعماله الفنية الناجحة مثل الوريث مع المرحوم خالد النفيسي، زمن الإسكافي مع عملاق الشاشة الخليجية عبد الحسين عبد الرضا، والعديد من المسلسلات الناجحة مثل الاختيار، سوق المقاصيص، وزوارة خميس، علمني كيف انساك، وعمله المميز جدا رمضان الأسبق لن أطلب الطلاق. وكانت له مشاركاته العربية في مسلسل خالد بن الوليد في الجزئين. كانت له 3 مشاركات سينمائية مميزة، أولها فيلم السدرة عن الغزو مع القدير سعد الفرج، وماء الحنة، وأخيرا تورا بورا. تميز بأدائه لكافة الأدوار من الشرير والانتهازي والطيب والمغلوب على أمره، ولكنه تميز أكثر في الأدوار الرومانسية والتي تفوق على نفسه في أدائها. لمعرفة الجانب الآخر من حياة نجمنا المميز خالد أمين،
تابعونا. أهلا بكم. النجم خالد أمين، أسعد الله مساك وحياك الله معنا في برنامج بصراحة. مساك الله بالخير وأمسي عليكم وعلى جميع العاملين في البرنامج وجمهورنا الكريم أيضا. شكرا لك أستاذ خالد. أستاذ خالد، الفقرة الأولى من البرنامج 3 من 8. لك الحق في الامتناع عن 3 أسئلة من 8 أسئلة. بعض الضيوف أجاب على كل الأسئلة وبعض الضيوف امتنع عن سؤال أو سؤالين. نبدي. لك الحق في الإجابة خلال دقيقة واحدة عن كل سؤال وتقدر تمدد. بسم الله نبدي. السؤال الأول: النظرة السيئة من المجتمع الخليجي للوسط الفني، هل يعاني خالد أمين من ذلك؟ والله شوف، خل أقول لك شغلة. المسألة هذه مسألة دقيقة جدا، تعتمد على الفنان نفسه. إذا كان يحترم جمهوره، جمهوره يحترمه. النظرة مو الناس هم السبب فيها، احنا السبب فيها كفنانين، وانا سبق تكلمت في الموضوع هذا. الفنان لما يحترم جمهوره 100% جمهوره راح يحترمه. وبعدين مسألة القيمة، يمكن احنا تكلمنا من شوي عن مسألة القيمة. انت تعطي قيمة لنفسك، وانت ممكن تنزل قيمتك للأرض. هذه شغلة مهمة لازم ينتبه لها الفنان واي شخص بالحياة. راح تلقى اعداء، راح تلقى بناس قدامك يوقفون ضدك، راح تلقى 100% ناس ما يتفقون معاك بالآراء، ولكن تتم أنت صاحب قيمة إذا كان عندك رأي تتمسك فيه. أنت شخصيا عانيت منها؟ أنا شخصيا يعني ما عانيت منها، إذا بقول لك بنسبة وتناسب أنا ما عانيت منها إلا. خلصت دقيقتك، تبي تمدد؟ أنت جاوبتني سؤال ثاني الحين هو نفس أو سألتني سؤال ثاني. هو نفس السؤال. أنت عانيت منها؟ لا، إذا تبيني أجاوبك بسرعة. خلاص. لو أحببت فنانة راح تتزوجها؟ لو أحببت فنانة راح أتزوجها؟ لا، لأسباب. اللي هي أنا مدرك تماما وتمام الإدراك بوضعية عملي وطبيعة عملي، تحديدا بالنسبة للوقت. أنا محتاج مرة تجاب البيت وتجابلني، مو أحتاج مرة 24 ساعة مشغولة وأنا مشغول بعد. من بيجاب البيت؟ ليش أتزوج؟ لذلك أنا ما راح أجاوب على الشق اللي أنت سألتني منه، اللي هو علشان النظرة السيئة للوسط الفني. في كل مكان راح تحصل الزين، تحصل الشين. عشان كذي أنا جاوبتك على الشيء اللي أنا مقتنع فيه. ممتاز. إن لو أنا حبيت في يوم من الأيام فنانة فأنا ما راح أقدر أتزوجها بسبة وقتها ما راح يكون ملكها مثل ما وقتي. يعني مش بسبب النظرة السيئة؟ طبعا أكيد، لأن والله لو تدش مكان طاهر بتحصل فيه داخل شخص ممكن يكون مش طاهر. صحيح. خالد أمين يقول: أنا أحترم المقالات النقدية وليس ما يكتبه أتفه كتاب هذه الأيام. هذا تصريح لك. نعم. خالد أمين، هل تملك القوة والجرأة على ذكر أسماء من تقصد؟ لا ما أملك، ما أملك القوة. أنا أملك القوة لكن أنا ما عندي أسماء. هذا التصريح تحديدا يا بناء على وقت كان في كثير من الناس الدخلاء في الوسط الإعلامي الصحفي تحديدا، وكانوا يجرحون الفنانين. أنا ضد. أيضا كانت موضة البرامج اللي لها علاقة أنه يجيب الفنان يقصد منه تجريحه ولا يقصد منه أنه ينتقده. يا أخي إحنا مو مجتمع، حتى ديننا ما يحث على الغلط لكن يحث على النصيحة. مثلا أنا لما أجيبه وقعده وأقول له أخطائك وأقول له الصح أنصحه، لكن أنا أقول لك أنا ما أحترم الشخص اللي ينتقدني وما يقول لي شنو الصح، لأنه هو يجهل الصح أصلا. فليش أنا أسمع له؟ هذا إنسان تافه. ليش ما تبي تذكر الأسماء؟ لا مو ما أذكر أسماء، ما أعرف أسماء. يعني ما عندي شخص
كذي بالاسم اقول ان هذا تافه. خلصت دقيقتك ابو وليد. تمدد؟ جاوبت. ممتاز. السؤال اللي بعده راح نشوفه مع المشاهدين على الهواء. مرزوق ايش فيك يما؟ شو مقابلك هني؟ يما اذكرني يوم انا كنت صغير كنت تشرب الحمام تلاقيني فجأة داخل كنت اكلستك ولا ابني قاعد كنت اسوي نفسي طالعيني وتوعيني بسرعة ثبتين عني وتجيبيني فوق وجعلت عني تشي معي ما متوصلني الشوارع وتطلعي برا تلميني وتعطيني شو تقولي لا تخاف كنت حلوان حد بخير كنت العب بين اشوف بين ابوي وامي بس تقدري تسوي شي ما تقدري تسوي شي مرزوق انت مشان جد تعمل عالم يما الكل شافني يما شافني انا مستحي اروح غرفتي يما ولدي يشوف صوتي يا عيني يا اخي السبع والدك وين زاد يما مشهد ودور جريء جدا. إلى أي مدى خالد أمين يملك الجرأة على تقديم أدوار يعني قوية وجريئة بهذه المستوى وهذا الشكل؟ انا خل اقول لك شغله، يعني كلمه جريء جدا وايد كبيره على الدور، لان الدور ما في من الوقاحه صفر او من شيء المقصود بالجرأة ليس الوقاحة لكن الخروج على والتمرد على المستويات اذا انت تقصد فيها هذه النقطه فانا الى اعلى مستوى. وخلي يقولون الناس شوف انا تطنزوا علي، حطوا لي صوره لبسوني حفاضات فيها، وانا مو اضحك، انا اضحك على هذا الشخص اللي سوالي لانه مريض. تدري ليش؟ لانه يا طويل العمر كانوا الناس اغلبهم يجهلون مرض الام اس. انا ما اجهله، هذا مرض يعاني منه الان كثيرون في الكويت، ويعاني منه كثيرون ايضا في دول الخليج، وهو مرض الان مرض يعتبر مرض عصر. أنا جلست جنبي إحدى الخوات الفاضلات كنت قاعد في إحدى القهاوي اللي هي السريعة، ما أقول اسمها عادي القهوة يعني ولا ما يصير يقولون دعاية، ستاربكس قاعد. فيت أخت كانت تقعد يمي محجبة، فالتفتت علي كانت تقول لي خالد أمين؟ قلت لها إي نعم. كانت تسوي؟ كانت تبكي، دمعت عينها ما بكت يعني صراحة. كانت تقول لي اخوي خالد انا مريضة ام اس. ابتسمت انا قلت لها قصدك زوارة خميس؟ كانت تقول لي. قلت لها سالفة التبول اللا ارادي هذه احدى الحالات اللي كانت تحوشها. تقول لي انا طبعا مرأة طلقت الحين، وانا طلبت الطلاق من زوجي، لان المرأة لما تمر في هذه الحالة تمر في حالات عصبية، طق عيالها، تصرخ على عيالها وهم ما لهم ذنب، لان هي مسكينة ما عندها الإرادة لما تسوي شيء خارج عن إرادتها. أثر فيني شغلة واحدة قالت لي أنا لما كنت أتبول غير إرادي كنت بسرعة نادي الخدامة أقول لها روح جيب لي قلاص عصير. وش أسوي؟ وريلي قاعد يمي، على طول أمسك العصير الكوب وكبه علشان يطيح يختلط، فما يبين إني أنا تبولت على نفسي أجلكم الله، وبين إن هذا اني انا كنا كابه العصير. فاقول لها تعالي نظفي، وكابه على نفسي فاقوم. هذا شو رديت عليها؟ ثق تماما. انا بعد ما خلصت طلعت من المكان، تمت هذه ببالي، قمت ابكي بالسياره. انا هذول الناس يعني هذا مرض، اذا احنا ما تطرقنا له بالاعلام عشان ننبه ناس كثر ان ترى في حالات كذي، هذا يكون اخفاق منه.
في ناس في مدراء في شركات ومدراء في وزارات ما كانوا يستوعبون شنو مريض الام اس. كان يقول له انا مريض ام اس صدقني انا فيني هالحاله هذه، يقول له اقعد انت متقاعس، انت تسوي كذا انت تسوي كذا. اللهم لك الحمد الان في بعض الدكاتره صار عندهم الادراك، وصار عندهم وايضا مسؤولين صار عندهم الادراك لبعض الامور. وقاموا حتى كمرض بدأوا الحين يلاقوا له علاجات شويه تاخر. رغم اني اقول لك ان مريض الام اس ترى حالته مسكين مو عايش يومه، لما ياخذ الابره اللي تقلل من نسبه المرض والهجوم اللي يصير، الاتاك اللي يصير على كريات الدم البيضاء وعلى الجسم وعلى خلايا المخ اللي هي العين او البصر او الشلل اللي يحوشه وكذا، تصور هذه الابره تطيحه 3 ايام حمى مريض يعيش من يومه 4 ايام بالاسبوع، يرد ياخذها كل اسبوع هالابره هذه. الله يشافيهم، نتمنى الله لهم يشافيهم الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب. فانا اذا انا مثلت دور كذي يمثلهم، انا بالعكس. الى اي حد خلينا نطلق، احنا اتفقنا ان نطلق عليها جرأة، الى اي حد ستصل بالادوار؟ شنو نوعية الادوار اللي ممكن غيرك ما يسويها؟ نتكلم على الجرأة اللي هي بعيدة عن الوقاحة. نعم. انا مستعد اني اقدم هذا الموضوع، ولا انا ما استاهل حتى كلمة فنان، ولا استاهل كلمة اذا انت لقطني حاليا قلت لي مثل الجمهور يقولون فارس، فانا ما استحق هذه الفروسية. الفارس دائما مضروب، اصلا الفارس لازم يقتل بالنهاية اذا اجتمعوا عليه في يوم من الايام، فهو داش معركة. واجابتك ايضا خالد اجابة فارس. فانا ما عندي خالد، انت حصلت على شهادة الMFA من جامعة الروح القدس في لبنان. نعم. وبعد ما رديت الكويت ولمقر عملك ما تم الاعتراف فيها، لجأت الى المحاكم ووصلت في النهاية الى محكمة التمييز ورفض طلبك، شو اللي راح تسوي؟ الحالة هذه مو حالتي أنا فقط، هذه قضية ما لها علاقة في الاعتراف بالشهادة، الشهادة معترف فيها والدليل أني أنا أعمل في مكان عملي. ترى هذا المفهوم الخاطئ اللي لعبوا فيه شوي بالجرايد. شهادتي إحنا 14 شخص رحنا بعثة على حساب الحكومة. نعم. إذا إحنا مبتعثين على حساب الحكومة بشكل رسمي. درسنا بشكل رسمي، والحكومة والوزارة كان عندهم علم في نوعية الدراسة وطريقة الدراسة ووضع الدراسة. إذا ما يحدث عنه الآن من محاكم وقضايا هي شيء له علاقة بتسكين، التسكين حسب درجة معينة. عرفت شلون؟ نعم. ولو أنا شهادتي مو معترف فيها ما كنت أعمل الآن في المعهد وأدرس سنوات تخرج أيضا. هذه والجدول يشهد، جدولي يشهد في المعهد. صارت المشكلة هذه احنا نحتاج الى وزير والى ادارة واعية والى قضايا امور، لان الشهادة هذه يعمل فيها من سنوات كبيرة وطويلة في اوروبا وفي هذا. ما همني الموضوع كثير ما همني اني انا الان. الدقيقة انتهت، تمدد؟ مدد. يعني انا قلت الجواب الكافي، انا ما همني كل هالموضوع، اللي يهمني شيء واحد الان، انا شنو في الوسط ومن انا في الوسط، هذا اهم. خالد أمين، عندما سئلت عن اتجاهك لتقديم البرامج التلفزيونية أجبت تحديدا أنا أحب أن أجرب نفسي في كل شيء. هذه الإجابة خالد أمين، أنا في مقدمتي قلت أنت شخص أكاديمي محترف. هذه الإجابة لا تخرج من شخص أكاديمي محترف، بل هاوي يبحث عن نفسه. لا غلطان. شلون؟ غلطان. احنا عايشين علشان نجرب، والشخص الأكاديمي أساساً يبحث دائماً، مش هو باحث يفترض يكون؟ طيب هناك نوعين من البحث. بحث نظري تقرأ كتب. في التجربة هذه شنو كنت تبحث عنه؟ أبحث نظري. أنا كممثل بحث عملي، أبحث عن أشياء كثيرة. أولاً أنا في التقديم دخلت أول تجربة كان برنامج الرجل كان برنامج اجتماعي. ثانياً بغيت أجرب نفسي برامج المسابقات ونجحت فيها ويمكن ما أعيدها. ثالثاً يمكن أجرب نفسي برنامج ثاني. جربت نفسي أيضاً في تصوير فيديو كليب ونجحت فيه أيضاً. تمدد، خلصت الدقيقة. مدد. حلو، علشان أجرب نفسي في كل مكان، ولكن كل شق منهم ثق تماما ما كان يخلو من الجانب الدرامي اللي يخص مجالي أنا، حتى الجانب الارتجالي اللي أيضا يخص مجالي أنا. تعرف ماذا يقول البعض؟ يقول أن خالد أمين لجأ لتقديم البرامج من أجل المادة.
هذه شغله جدا. خل اقول لك شغله، ما اخرجه في الدراما اعلى من ما اخرجه في البرامج. اسوي مسلسلين، مسلسل واحد اطلع اكثر منه. طيب هذا سؤال، هذا جواب يعني انا صراحه ما بدي اجاوب عنه، لان انا طول عمري راح اجرب، وطول عمري راح اجرب شغلات جديده، ما عندي مشاكل فيها. مثل ما غيري ترى في كثير ناس جربوا، كبار نجوم اكاديميين ايضا. ما عندي مشكله بالموضوع، طول ما انا ما قاعد اسيء لا لاحد ولا لنفسي. تكتفي بالاجابه؟ كافي. ننتقل للسؤال اللي بعده. اجري يزيد غصب عن اللي عاجبه واللي مو عاجبه. نعم. واثبتت نفسي، تصريح اخر ايضا، اثبتت نفسي غصب عن اللي يرضى واللي ما يرضى. نبرة التحدي واضحة جدا. من يتحدى خالد أمين؟ الجمهور، المنتجين، ولا زملاء الفنانين؟ لا الجمهور ولا المنتجين ولا زملاء الفنانين. مصرح حق منو عيل؟ انا اقول لك مصرح حق منو. الجمهور مو وضع تحدي معي، يعني مو بمواجهة التحدي معي، هذا واحد. زملاء الفنانين لما تتكلم عن الفنانين هم مش بوضع تحدي معي، الغير فنانين هم بوضع تحدي معي. المنتجين الصحيحين اللي يعطون حقوقهم للفنانين بشكل جميل ويراعي الفنان هو مش بوضع تحدي معي. المنتج الدخيل على الوسط الفني ويدعي بأنه منتج ويمشي ويصرح بأنه منتج ويأكل حق الناس، هذا موجه له الكلام. لما يسمعوه كذي تصريح ما يتجرأ أصلا يكلمني، يقول لي تعال أبيك معي بالمسلسل. في منتج تجرأ ورديته؟ لو طلبت منك اسمه بس أرد عليه، تدري شلون؟ أنا ما أرد عليه، لا ما راح أقول أسامي، ما أرد عليه لأن ما أخلاقي ما تسمح لي. إني أنا لأن ما أعتبره شيء. الدقيقة ما أرد عليه. الدقيقة خلصت. اوكي مدد. ما ارد عليه بوقاحه، ارد عليه بادب، اقول له لا مشغول اسمح لي ما اقدر. وفعلا اكون مشغول، مو تهربا، انا فعلا اكون مشغول. اللهم لك الحمد تبارك الرحمن. انت كفنان صادق مع جمهورك ومع وسطك دائما وابدا تكون مشغول. ما تكون صادق ما راح تلاقي شغل. واذا في يوم من الايام حسيت نفسي ما راح اقدم لجمهوري شيء ولا الوسط شيء، راح اسحب نفسي بهدوء، مثل ما غيري احترم نفسه وسحب نفسه بهدوء، وانا اقدر هذول الناس وارفع لهم عقالي. تدري ليش؟ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. خلاص انا لهني اعطيت وما اقدر، مو اتم اعطي واحاول وانا اصلا ما عندي شيء. خلاص يا اني اجدد من نفسي واكون صح، يا انه ما له داعي. شكرا جزيلا. شكرا لك. نجومية خالد أمين وخالد البريتشي سببها ظهورهم في وقت كان يخلو من النجوم الشباب، لذلك أصبحوا نجوم. هذا ما يقال عنك أنت وخالد البريتشي. والله إذا هذا كان يقال فإحنا محظوظين أنا وخالد، إذا كان إحنا أخذت بالافتراضية هذه. يعني تعترف أن الحظ لعب دور معاكم؟ لا أنا أقول إذا كان هذا يقال وأنا بوافق على الافتراضية هذه، أوكي، فأنا أقول لك إحنا محظوظين. شلون تجاوب الافتراضية هذه؟ لا إذا كنت أنا مع الافتراضية ما اللي أنت قاعد تقولها، فأنا أقول لك إحنا محظوظين. إحنا طلعنا بوقت ماكو أحد فصلنا نجوم. يعني أنت ضد الفرضية هذه؟ لا أنا ضدها طبعا. أنا قاعد أقول لك إذا وافقت افتراضيتك. أوكي. والشق الثاني الآن أنا قاعد أقول لك إياه، لو إحنا مش نجوم وعملنا على هذا الموضوع، وأنا ما عد نفسي على فكرة الآن أنت قاعد تقول نجم، أنا ما عد نفسي 100% نجم، لما إلى الآن إحنا نعتبر نجوم بوسط كل هالشباب هذولا. على فكرة حلم الشباب وتواجد الشباب هذا كان حلم من أحلامي إني أنا أحققه. أنا كنت بحقق هالحلم هذا من خلال المعهد، إني أدخل شباب بالوسط الفني هم شباب خريجين المعهد. ممتاز. انتهى الوقت. وأغلبهم طلبتي. انتهى الوقت. شكرا. اسم نجم شاب من اللي درستهم وطلبتك اللي قاعد تمدح فيهم تعتقد انه سيكون نجم الكويت الاول، ولن ارضى بغير اسم. نجم الكويت الاول سيكون. سيكون. لا يمكن اتنبأ لك بهذا الموضوع، مستحيل، انا لا اعلم الغيب.
تدري ليش؟ توقعك مش مش توقعي اليقين. أنا توقعك لشاب درسته، نجم شاب غير درسته. قادر انا على هذا التوقع، لان هذه تعتمد على قضيه مهمه. تدري شنو هي؟ انت استاذهم، انا انت تعرف امكانياتهم. شغله الحين انا كنت اتوقع لطلبه انهم راح يبرزون، ما برزون. منو؟ ما له داعي. من سيبرز؟ اللي راح يبرزون اسم او البارزين الان؟ سيبرز. تتوقع انه سيبرز؟ لا مو سيبرز، هم في بارزين الان اذا استمروا بذكائهم انهم يدرسون المعطيات اللي راح تيجي بالمستقبل. اسم واحد تبي؟ ايه انت محتار تبي اسم واحد؟ انا اقول لك الحين اللي يحضر في بالي على مستوى الاخراج مثلا راح اعطيك اسم مخرج واسم ممثل. ممتاز. مستوى الاخراج راح اقول لك خالد الرفاعي، ونعم، واحد من طلبتي كان. وراح اقول لك واحد ثاني حمد العماني، ايضا واحد من طلبتي. والنعم فيهم. وتبي بنات بعد؟ فاطمه الصفي. وتبي شباب بعد، وتبي بنات ايضا ثانيين. هيا عبد السلام. انت فتحت بالاسماء من ساعه أنا على اسم خلص الوقت. لا انا بس قاعد اقول لك ما اظن المستقبل ايش يصير. خالد امين، فقره 3 من 8 كنت جدا متمكن وشجاع، وجاوبت على كل الاسئله، واجاباتك كانت ذات قيمه. راح ننتقل للفقره الجايه، تابعونا. هذا البرنامج برعاية يهمك فيه اموت ولا اعيش؟ ده كلام ملكش تسألني فيه. وهتقولي ايه؟ ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. يهمك فيه اموت ولا اعيش؟ ده كلام ملكش تسألني فيه. وهتقولي ايه؟ ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. مين اللي قدامي؟ ده واحد ما
أنا واحتياجاتي. راح نبدي بالمستوى الأول. شكرا اول شيء الفيديو الاحتياجات. وايد حلو. عفوا تستاهل كل خير، أنت عجبني. نجم. عجبني. أنت نجم أكاديمي. بس هذا محترف. لحظه، سالفه المسلسلات اللي منقينها، اللي منقي المسلسلات ما ادري عاد هل هو رجل ولا امراه. اللي منقي المسلسلات ذويقة جدا جدا. ذويقه. اذا انا بس عرفت عيد ميلادها بعد يومين. بعد يومين كل عام وأنت بخير. راح مشكورة. نهديها شيء احنا في نهاية الحلقة. أنا خاش لها مفاجأة. لا والله صدق والله. زين. المستوى الأول في فقرة أنا واحتياجاتي هو الحاجات الأساسية من أكل وشرب ونوم. هل حدث وأخذت أو لجأت للمنومات علشان تنام؟ الى الان لا، مع اني احتاج. الى الان لا. هل المصالحة مع الذات تؤدي إلى نوم مريح؟ الله. شوف، اتمنى كل انسان بالحياه يتصالح مع نفسه بالقضايا الموجوده بحياته. لازم من علاقته بالله سبحانه وتعالى الين ابسط الامور، هذه راح تكون نفسه هني مرتاحه. جربت أن تصالح ذاتك؟ لان حتى لما تحت جربت تصالح ذاتك؟ انا في كثير من القضايا بحياتي على فكره متصالح معاها تصالح تام. مهم، لانه يريحك نفسيا. شنو اللي يطير النوم من عينك خالد أمين؟ انا اللي يطير النوم من عيني القلق بعملي فقط. عطني آخر مرة طار من نوم من عينك وليش؟ اخر مره امس، اول امس استغفر الله. ليش؟ عمتي بالمستشفى بتسوي عمليه خطيره بين الحياه والموت، نتمنى لها شفاء العاجل إن والله شاء الله. سبحانه وتعالى بارك لنا وطلعت من العمليه بنجاح، اللهم لك الحمد والشكر. واليوم انا عندها، ودائما انا قشبر عمتي اسوي لها شيء بخشمها، اذيها عمتي العوده. وهي كانت نايمه كذي، هم عبت لها بخشمها كذي عشان اذكرها ان اللهم لك الحمد وانت زينه وطالعه وما في شيء، بفضل الله سبحانه وتعالى. ما تشوف شر إن شاء الله. الله يديك العافيه، الله يطول بعمرك. تاكل 3 وجبات بانتظام؟ لا، انا من الصبح اليوم ما اكلت اي شيء الا العسل اللي اخذه الصبح بس. ايش معنى العسل؟ احبه، وانا الشكر من حياتي ملغي، ما استعمله ولا الملح. حتى في الطبخ لما اطبخ ما استعمل ملح وايد، كنت احط ملح حق العالم اللي وياي بس انا ما استعمل. شنو أكثر شيء تستخدم بالطبخ؟ ليمون بدال الملح، بدال الشكر الله يسلمك العسل اذا احتجت عسل. انا الشاي الاحمر ما اشربه، الشاي الاخضر هو الملك عندي بانواعه كلها، واشربهم بدون شكر. زين، شنو أكلة الملك المفضلة؟ الملك؟ أنت الملك، شنو لا لا، أكلتك أنا مو المفضلة؟ لا اخوي، انا ماني، انا الله يسلمك اصغر واحد ما لي شغل بالملك، شيل الملك عني. انا الله يسلمك انا كل شيء بحري طبعا اكلنا هو التوب، قمه الهرم. اكل الكويتي كله قمه الهرم، الأكلة اللي ما تقاومها. وتحديدا انا اي اكله قديمه ما اقاومها. واحده تبي اسم. اي شيء بحري ولا تزعل عمرك، اي شيء بحري مربية؟ ما استغني عنه هذا المربين. مطبق زبيدي؟ لو يولك الاثنين مع بعض منو تختار؟ لو يولك الاثنين مع بعض منو تختار؟ اختار الاثنين، اكل من هذا شوي وهذا شوي، ليش اخلي بخاطري شيء اخو عليك؟ خالد، لو تسوي فلاش باك لحياتك 5 سنوات مضت، شنو تغير في الأكل والشرب والنوم؟ الاكل والشرب والنوم؟ أيوه. اي قبل كنت اكل بشراهه، الحين لا. ليش؟ النوم قبل كنت انام وقت كافي، الحين لا. شرب الحمد لله، انا الماي ما استغني عنه. الماي دائما ابسط شيء، البقاله اخذ لي بطل عوده اخلصه باليوم، هذا واحد غير البطول اللي بالبيت اخلص اشرب ماي. ليش تغير؟ ليش التغيير هذا؟ بحكم شغلي، بحكم وضعي بالعمل تغير. انا اقول لك ليش. قبل كنت انا الله يسلمك سباح، زين، اكل مثلا عشاي بس 7 سندويشات، بعدين صرت العب حديد 14 سندويشه بروحي 14؟ نعم. زين، اذا كنت بالديوانيه هم راح يفكرون ان انت جايب العشاء لهم كلهم. لا 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 لا،
انا كنت اوقف عند مطعم بدر البدور، اوقف كذي عنده، اوقف واجيب الله يسلمك شو اسمه بس ملك. الكبه مالته واقول له واحده واكل اثنين كذي. ترى يشجعون المكان هذا يشجع. اولا اكل ريايل، اي عرفت شلون؟ انا عندي اكل ريايل وفي اكل شو اسمه مال ماك تشيكن على قولتهم، هذا ما يفيدني ماك وبطاطا مدور اي شيء ماك تشيكن انا ما اكله، همبرجر مال همبرجر هذول المكدونالدز سوشي لا سوشي اكل زين. غرامي سوشي انا بس الاكل هذا الهمبرجر هذا كل مطاعم الهمبرجرات هذول السريع الوجبات السريعه انا ما انا حسبالي قبل ان السوشي اسم يعني اسم راعي المطعم. لا السوشي انا اكله من الثمانينات على فكره. طيب لما تكون زعلان انت من النوع الاكول؟ في ناس لما يزعل ياكل. لا ما اكل انا اذا زعلان، ما لنفسي اكل كلش. زين لما تكون زعلان تفضل ان تكون بروحك منعزل؟ لا افضل اكون مع صديق. تشكيله؟ اخذ رايه ما اشكيله. حتى لو كان سر؟ ما عندي اسرار قويه، سر قوي زعلان من سر اشكي لشخص واحد اللي هو وهو ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى. انا سيادتي هذه اريح مكان لي، وعمري ما طلبت الله سبحانه وردني، هذه والله العظيم اقول لك اياها يعني صدق، وانت كثر ما تساعد الناس الله سبحانه يساعدك. هل شرط اساسي ان تكون شريكة حياتك طباخة؟ لا ابيها تكون متذوقة مو طباخة. اذا كانت متذوقة راح تصير طباخة زينة، لاني انا صعب لا تجيب لي واحد ما يعرف يطبخ او واحدة ما تعرف تطبخ وتقول لي تعال اكل اكلها وحلو، عادي ما اكل. يعني تشترط ان تكون يعني تجيد الطبخ. لو تسال الربع، اسال خالد البريشي، اسال الشباب كلهم، اسال عبد الله الزيد طاري تو كنت قلت لي عبد الله الزيد طبعا اوجه له تحيه، والسؤال اللي ما قلت لي عنه هو راح يقول لي عنه. مثلا اسال ابو هاشم ولد عمي، اذا راحوا مطعم ما يطلبون هم، يعطوني المنيو يقولوا لي اطلب حق الكل. يعني انا اطلب لك لاني انا بجيب لك احلى شيء. زين شفت الاسماء اللي ذكرتها؟ قالوا لنا ان انت التليفون نهائيا ما ينزل من يدك، ليش؟ تليفون اي تليفون تحديدا؟ في تليفونين، في التليفون اللي فيه الواتساب والتويتر والانستغرام. لا ابي التليفون اللي حتى لو تشب حريجه وانت تتحكى فيه هم يعني ما في رياكشن. اللي تونا كنا قاعد نسولف عنه عشان لا نقول دعايه بعد. إيه لا هذا الله يسلمك شغل. انا خل اقول لك شغله، انا فيني شغله خطيره صارت، ويمكن هذه اللي اثرت على نومي وعلى وايد شغلات. ايوه انا صرت مصطلح وركهوليك، يعني صرت مدمن شغل. اذا بسافر مثلا اروح اي دوله من الدول، اقعد 3 ايام اريح نفسي ريلاكس، بعدين ابدا شنو؟ ادور شغل. لما تسافر نومك يتغير؟ انام ارتاح. كم ساعه؟ واكلي يتغير. كم ساعه؟ انام 9 ساعات 7 ساعات، فوق كذي مزاجي يبتدي يصير مو زين يعني اتعب وجسمي كله يعور. انت شخص مزاجي؟ مو مزاجي، ولكن قيموني الناس في بعض الاوقات مزاجي بحكم شغله معينه. مزاجيتك هذه تاذي اللي حواليك؟ لا مو انا اقول لك، هي مزاجيتي مو مزاجيه، هي تدري شنو هي؟ قمت ما اضيع وقتي. يعني شلون ما اضيع وقتي؟ يعني الوقت صار عندي له قيمه كبيره. فانت لما تقول لي مثلا خلينا نروح المكان الفلاني او خلينا نسوي الشغله الفلانيه، اقول لك لا. تقول لي يا اخي شو المزاج هذا؟ انت ذاك اليوم انت كنت عادي، ليش اقول لك لا الحين؟ لاني انا شايف شيء، يعني انا رسمت ان اذا رحنا راح يصير شيء مو زين. مو اني اتنبأ، لا، بناء على شيء انا شفته المره اللي طافت. فليش اروح واعور راسي؟ خلاص ما له داعي اروح. طيب كم تعطي نفسك خالد امين من 10 في تحقيق الحاجات الاساسيه، الاكل، الشرب، النوم؟ انا كم اعطي نفسي؟ نعم. والله شوف، اكون صادق معاك، يمكن 30% 20% للاسف يعني 3 من 10؟ 3 من 10. يعني انت مقصر في حق نفسك؟ نعم، في حق صحتي. نعم. راح تحاول ان تعالج التقصير هذا؟ شوف اقول لك شغله فواز،
الحداق المدمن الحداق تقدر تقول له لا تطلع تحدق من بالليل للصبح لثاني يوم، واذا جات له سمكه تقول له هد المكان وامشي، هد القوعه وامشي، ما راح يرد عليك. ما راح يرد عليك. القناص نفس الشيء، البواردي راح القنص عدل. حتى اللي يحب المصابق قول له هدها، حتى اللي ربي الصقار، اللي ربي صقور قول له هد الصقر، يقول لك ما اقدر انا كذي بشغلي. رغم ان عندي هوايات كثيره، اغوص، بواردي، الله يسلمك، احب السفر من هواياتي، عندي احب الحداق طبعا، صيد بر وبحر، انا غرامي الشغله هذه. احب السباحه، احب اروح البحر وايد، بس مرات اضحي بهذا كله بسبيل سكي، ثلج، كل شيء، اجهزتي، شغلي، يعني عندي ما كله راح بالبيت. يعني ما راح تحاول ان ترفع النسبه هذه بينك وبين. لا انا لازم احاول ارفع النسبه اذا انا ابي صحتي تتم معاي واعمر على قولتهم يعني. ان شاء الله عسى. لك طولة العمر عسى يا الله يطول وليد، بعمرك. والله يوفقك. احنا ننتقل الى المستوى الثاني. بس عجبتني الموسيقى هذه، يبي لها نسخه الحين، اسحبوا لي نسخه منها. طبعا تحيه كبيره اكيد للموزع الملحن احمد بهنوس، يعني صراحه قاعد يتعب معنا. المستوى الثاني لاحتياجات الانسان هو الحاجه لتحقيق الامان. بديت افكر من الحين انا اني لازم احتاج امن نفسي. انفصال خالد امين مم. حسسك بعدم الامان في فتره من فترات حياتك؟ لا اطلاقا. شوف، انا لي وجهه نظر. انت تبي الامان ولا تبي اكلمك عن فكره الزواج؟ الأمان. امانك الذاتي. الأمان لما انفصلت عن شريكة حياتك هل شعرت بعدم الامان؟ طبعا الانفصال ابدا ما ضر حياتي بشيء. احساسك بعدم الامان لما تحس نفسك انت غريب ببيتك اول شيء، وبعدين لما تحس نفسك انت غريب بوطنك، ولما تحس نفسك انت غريب بين ناس انت ما تعرفهم انت. لذلك يعني هذه اهم شغله. اذا بيتك محتوينك اهلك وتحس معاهم بالامان، ثق تماما ما في شيء راح يعوضك الموضوع. واذا تحس نفسك غريب في وطنك هذه كارثه كبيره ايضا. فانت طول ما انت تكون بوطنك تحس نفسك انت بامان، وايضا ببيتك تحس نفسك بامان، معناته انت الحمد لله انفصالك ما اثر عليك بشيء. ابدا. هذا بالنسبه للموضوع. الانفصال هي تجربه حياه انت تعيشها ويمكن تفشل فيها، مش نهايه الحياه. احنا عايشين بالحياه علشان بس مو نصيب. اي، واحنا عايشين بالحياه علشان نجرب. يعني انا اوجه الكلمه لاخواتي واخواني اللي عاشوا تجربه وانفصلوا. هذه حياه جربتها، ليش تتاثر؟ قول انها تجربه انا فشلت فيها، اعمل دراسه اني انا ما ارد افشل مره ثانيه. بس بهالبساطه اخذوها يا جماعه الخير. لو كل واحد اخذها بهالبساطه ثق تماما ما راح نلجا للمحاكم، ولا هذا راح يضر هذا، ولا المحامي هذا راح يضر. الحين في محامين الله يسلمك تروح تقول له ايش كثر تبي مضره الدمج اللي بالعنصر الاخر، يعني بالطرف الاخر، ليش كذي يعني؟ طيب خلينا نقول وليد ان شعورك او عدم ارتباطك لغايه الان يشعرك بالامان اكثر؟ افهم من كلامك كذي؟ لا اطلاقا. لا شوف، يمكن تجيني لحظات اني انا بحاجه لطفل، ما تفكر انها ترتبط؟ بالضبط. لكن انا متصالح مع نفسي بهالقضيه. خليني اقول لك شلون. انت بتقول لي قضيه التصالح بدقه. شلون انا بتزوج وانا لاهي عند بنت الحلال بشغل؟ منو بنت الحلال اللي بتحملني انا؟ وانا دائما اقول محتاج مرأة حديدية بتحمل ريال ممكن يطلع من الصبح ما يرد الا اخر الليل لمده شهرين الى 3 اشهر. هذا اذا ما كان مسافر. طيب وانا وقتي مو بيدي. مرات بعلاقاتي مع اهلي اوجب مثلا بالنسبه ل عرس ولا شيء، اعتذر واقدم اعتذارات مني لباكر لاني ماني قادر فعلا. اي بس كل الفنانين متزوجين خالد. اي يعني انا اقول لك، انت تتكلم عن الشباب ولا الكبار؟ الجيلين كل من يمر. السواد الاعظم متزوج. الكبار شوي حريمهم كانوا 12 سلندر تحملوا وضعهم. الحين ال6 سلندر شوي مو متحملين طال عمرك، يحترون بسرعه، حراره ترتفع عندهم فما تتحمل. شنو المواصفات الخاصه للزوجه اللي يبحث عنها خالد؟ المرأة الحديدية. شلون حديدية؟ عطني مواصفات. حديدية تتحمل أول أبي شيء 1 2 3 أول شيء بصراحة وبوضوح. أول شيء 1 تتحمل وضعي كفنان.
وهذا له مقاييس كثيره، الغيره، مساله الوقت مالي، مساله شغلي وعملي، مساله الفكر، مساله شلون تتعامل مع الجمهور. ترى على فكره يعني ترى مع احترامي ايضا لكثير من الخوات، في واحده ما تتحمل مثلا ان ريلها كل شوي قايم يصور، ممكن تكون مع واحده غار، فهي لازم يكون عندها استيعاب للقضايا هذه كلها. هذا اول شيء. ثاني شيء، مرأة تتحمل انها تمسك بيتها في عدم وجودي انا، وايضا تقدر عملي، ولما ارد البيت اصير حالي حال العيال، طبطب علي ما يخالف، ادري انك تعبت طول اليوم، لان احنا ترى شغلنا متعب لدرجه غير طبيعيه، متعب. من اللي تستوعب الحين اغلب البنات مع احترامي، ما نقول الكل ولكن الاغلبيه تبي تتزوج عشان تسافر وتروح تتسوق معاه وتسوي مسلسل تركي معاه بالضبط، عرفت شلون؟ وعشان هي ترى يا جماعه الزواج، انا رافض فكره ان الزواج استقرار نفسي، كلام فاضي هالكلام. الزواج مسؤوليه، ومتى ما توافرت المسؤوليه اذا ما في استقرار، لان انت لما تتزوجون انت مسؤول عنها وهي مسؤوله عن نفسيتك، انت مسؤول عنها كلها وانت مسؤول عن وهي مسؤوله عن نفسيتك، انك انت متى ما نفسيتك كانت مرتاحه فانت راح تريحها كلها. الغيره ذكرتها. اثنين، بعدين انت مسؤول عن اطفال وانت مسؤول عن طفل. لما تطلع انت وتسافر او لا سمح الله لو صار اي شيء بالمستقبل، انت تفكر اكثر ما يفيد. الحين احنا عندنا الوضع، تدري الوضع السياسي للمنطقه على جمر، على خلينا نقول على قولتهم مثلا، زين؟ انت تفكر في ابنائك قبل ما تفكر في نفسك. تقول انا عشت مو مشكله، خل اموت. صحيح. لكن ابنائي شلون؟ فلاحظ هذه المساله ترى هي مسؤوليه، وين الاستقرار؟ يقول استقرار. زين خالد، خلال اجابتك ركزت على الغيره. انت ركزت على الغيره، انا ما ركزت على انت الغيره. ركزت انا اقول على لك الغيرة. هي واحده من الشغلات. انت بما انك ركزت على الغيره، نبي نسمعك شيء انت تحبه. يا سلام. انت تحبه. منو؟ تهيأ منو؟ لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فاني. وتحديدا لطفي بوشناق ايضا انت تحبه وايد وايد. انا احب ما هذه نما الى علمنا. اي نعم. شوف انا مو فقط لطفي بوشناق. ليش تحب الاغنيه هذه اول شيء؟ قبل لا 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 لا, لا مو صحيح. انا احب كل اغاني لطفي بوشناق، وانا اسمع ناس اولا كل القديم اسمع، لاني ربيت في مكان والدي بحكم عمله في تلفزيون الكويت وقسم منوعات، اداره منوعات، فكانوا اغلب المطربين اللي يجون يزورون الكويت ابوي يخرج لهم اغانيهم. فانا يوم كنت اقعد عندي صور وانا صغير مع مثلا مطربين كثر. ليش؟ لان مجال شغل ابوي، فكنت اسمع الموسيقى صح واسمع الكلمه الصحيحه، فلذلك انا ما قمت اتقبل الكلمه الغير صحيحه ولا اللحن الغير صحيح، واصبحت بالسليقه صارت عندي مساله مهمه جدا، اصيد النشاز. سؤال، رغم اني انا ما اعرف اعزف اي اله. عندك اصدقاء فنانين صح؟ ما شاء الله وايد. ما شاء الله وايد، وهذول اللي ما شاء الله وايد هم بديهي من الجيل الحديث، وانت محب للقديم وتعتبر يعني، او خلينا نقول بمعنى اصح ان الجيل الحديث هذا ما يستهويك وايد، تقول لهم كاش انا ما احب اغانيكم او ما اسمعها. لا مو كذي. شلون تقولها؟ انا اقول لك، انا مو معناته ما اسمع الحديث، انا اسمع كل حديث حلو. لكن انت قلت انا احب القديم. انا اعشق القديم، ولكن اسمع كل حديث حلو. وعلى فكره انا اسمع شغلات ممكن تقول لي شلون خالد تسمع هذه الشغلات؟ اقول لك اسمعها. مثلا من اغاني اللي بمصر الحين هابين فيها، اللي هي لها علاقه في مثلا بعض المطربين الحديثين اللي هم الاغاني السريعه هذه اغاني ترى تمثل فكر حديث للشاب وللشارع تحديدا. تهمني انا كفنان اني اسمعها واعرفها عشان اعرف وين وصل مستوى فكر الشارع وشنو اللي قام يعجبه واللي ما يعجبه. ترى مهم اني انا اعرف كذي كوني باحث اكاديمي لي نظره بشكل مختلف عن النظره. في ناس يقول لك انا اسمع ده، يعني انا اقول لك من واحد من الاخوان المصريين، انا كنت قاعد مع احد القضاة المصريين فقاعد يقول
بعد ما كنا نسمع ام كلثوم وعبد الوهاب، دلوقتي جانا شعبان عبد الرحيم يقول كذا، معصب هو طبعا، زعلان إيه؟ لكن انا اسمع شعبان عبد الرحيم لاني انا لي نظره مختلفه عنه، وهو متذوق فن. انت تشوف ولكن ان انا متذوق خالد امين يرى ان شعبان عبد الرحيم فنان. لا لحظه، فنان شعبي لجمهوره لستايل معين، ولكن انا مثلا ما اسمع شعبان عبد الرحيم 24 ساعه، انا اسمع له مثلا اغنيه ان عجبتني، فكرتها كانت حلوه، لان انا مرات الفكره الكونسبت مالها يعجبني، فتلاقيني اقعد اسمعها بس ما استمر. يعني مثلا لو تقول لي مثلا انت عمري لام كلثوم كم مره سمعتها، اقول لك يمكن 200 400 500 600 مره بحياتي، لكن انا ما اسمع اغنيه شعبان مليون مره. اقرب اغنيه لك، اجمل اغنيه انت تحبها، احلى اغنيه لمين؟ لكيفك. لا ما يصير لكيفك، لكيفي حدد لي، لان كل قدامى اسمعهم. احلى اغنيه انت تحبها مثلا انا اسمع ثقيل وايد، يعني مثلا ام كلثوم احب اصون كرامتي. اصون كرامتي، اغنيه اسمها اصون كرامتي لام كلثوم. اي مثلا ايش فيكم تطالع الظاهر قالوا لك اغنيه ثانيه؟ لا مثلا انا اقول لك لحظه اصبر، مثلا عندك تبي كويتي؟ لا نفسه كويتيين ام كلثوم وعبد الوهاب وايد اسمع وايد وايد قديم حيل. انا احد اصدقائك المقربين قال لنا غدا القاك. غدا القاك صح احبها. شوف كل اغنيه انا كممثل لاني يمكن عندي الخيال ابدا اعيش اجواءها. يعني مثلا لما اروح الحسين بمصر استمتع يا اقعد بالفيشاوي رغم اني انا اكره الشيشه وما شيش واكره دخان الشيشه، او اقعد لي باي قهوه شعبيه تكون في مكان شعبي وابدا اسمع ام كلثوم واشرب شاي كشري رغم اني انا ما احب الشاي الكشري. ليش قاعد تسوي شيء بنفسك؟ ما اسوي شيء بنفسي، انا ما احبه لكن عشان اعيش الاتموسفير مالها. وصدقني استمتع بالشاي الكشري لان جوها كذي. يا اخي انا اقول لك جوها كذي ام كلثوم متعه ترى لما تقعد وتطالع الحسين، تطالع الناس رايحه راده. انزين بس بصراحه خالد، يعني في ظل التناقضات هذه هل خالد امين يعيش صراع مع نفسه؟ لا الحمد لله رب العالمين. مع نفسي انا صراعي فقط في شيء واحد، اللي هو اني انا صراعي الابدي وان دائما، وهذا صراع اي فنان. يمكن عادل امام في يوم من الايام قال كلمه، قال انا دائما بحلم في كابوس. شنو الكابوس؟ اني بخش المسرح ما حدش بيضحك، مهما اتكلم واقول ما حدش بيضحك. انت شنو كابوسك؟ انا كابوسي وهو كابوس له علاقه بالفشل اني انا اكون فارغ فكريا. يعني دائما اقول ما ابي اكون فارغ فكريا. ممتاز. طيب هل عندك اي استثمار يحقق لك الامان في حياتك؟ لا الان ابحث عنه. الان تبحث؟ نعم. شنو نوع الاستثمار هذا اللي راح يحقق لك الامان؟ يمكن يكون عقاري، يمكن يكون شيء تجاري ابحث عنه، ولكن غير كذي ما في يحقق لك الامان. طيب انت بشيء يحقق لك مدخول وما يمسه خطر. الى الان ما تملك، انت تبحث. تبحث. نعم. طيب شكلي وايد املك؟ ها؟ شكلي وايد يوحي. لا الحمد لله. تخاف من الموت؟ غريب يا اخي انا الموضوع هذا عندي. اول شيء اي ولا لا وبعدين انا اقول لك انا اخاف منه بعض الاحيان، مو دائما. هذا الغريب بالموضوع. بس اروح للاشياء اللي مثلا تخوفني. يعني انا كان خوفي، اتصور خوفي من اني غرق، والسبه والدي في طبع من اكيد اوجه له تحيه يعني والله العظيم. الوالد عشان يعلمني السباحه كبير يعني. الوالد عشان يعلمني السباحه غرقني، يعني تخيل. قطني بغبه، يلا اتعلم. خفت كان ادش اتعلم سباحه. يوم صرت سباح الله يسلمك وايد انا نوعي اتاثر بالافلام. كان اطالع فيلم فك المفترس على ايامي، كان اخاف. قمت شو اسوي؟ تخيل
بحمام السباحه، مو انا اسبح، الاضاءه فوق، الخيال مالك بالماي، اشوفه كأنه يورو، اسبح بسرعه. مدرب على بال انا يعني سريع. وحققت كم ميداليه كذي فزت فيها، بعدين تركت السباحه وتوجهت حق رياضه ثانيه. تصور لاني قمت اخاف من مثلا من الريور، تعلمت الغوص عشان اغوص له. لان انا ايقنت شغله، هذه هم من الشغلات اللي تصالحت فيها بحياتي. يا اخي كان اجانب يتعلمون ليش هذا يخوف، خلينا نفهمه بعدين ما نخاف منه. الحين وصلوا الغواصين انهم يمسكون الريول عادي، يمسكونه كذي بالماي ويلعب معاه بعد وينومه. خالد امين، من 10 كم تعطي نفسك في تحقيق الحاجه الى الامان؟ انا الى الان اللهم لك الحمد وصلت الى يمكن خلينا نقول 4 إلى 5%. 4 إلى 5 من 10 اذا انت تبي من 10 زين. 4 من 10 خلينا نقول، لا اكون هذا وايد انا يعني متفائل. بس الان ابيها 10 تصير ان شاء الله. اقدر اقول انها راح تصير 10 بعد ما تتزوج ان شاء الله يصير عندك عيال؟ لا، راح تصير 10 لما انا أأمن نفسي صح، ما لها علاقه بالزواج والعيال. في ناس متزوجين مو مأمنين حياتهم. تأمن نفسك ماديا؟ تأمن نفسك مو فقط ماديا، انت تأمن نفسك انك لو فقدت اي شيء صار لك بالحياه انت عندك شيء يؤمن حياتك صح، ويأمن الزوجه هذه ويأمن الاولاد. ممتاز. انا ترى انا ضد، رغم اني تزوجت مبكر لكن انا ارفض الزواج المبكر، والحين العزوف اللي صار عن الزواج عند الشباب سببه هذه الفكره تحديدا ترى. بس نسبة وايد كبيرة يعني عزوف صار. ونسبة الطلاق لا النسبة اللي اعطيتها انت لنفسك وايد منخفضة، يعني هذا الموضوع المفروض انه يشكل لك هاجس. لا وشوف خل اقول لك شغلة، ليش يشكل لي هاجس طول ما انا حاط له خطة قاعد امشي فيها؟ ان شاء الله يوفقك. وننتقل احنا الى المستوى الثالث لاحتياجات الانسان، وهو الحاجة الى تحقيق الحب، وانت اجمل من في الساحة علشان يجاوبنا على الأسئلة هذه في الفقرة هذه. خالد أمين، بصراحة كم مرة حبيت؟ كنت عارف انك راح تسألني هالسؤال. جاوبني. اصلا اول شيء عرفت انك راح تسألني هالموضوع.